شاط الكورة وجول. القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة تابعنا على القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، لايك للفيديو. ألف مبروك لكل جماهير الأهلي، ألف مبروك لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللعيبة. تصدر الدوري 6-3 18 نقطة من 6 ماتشات. 10 من 10 لمارسيل كولر، 10 من 10 لمارسيل كولر. أداء متميز، في شوية مشاكل، بس شوية مشاكل لازم اللعيبة تركز. مش هقول الجهاز الفني، لازم اللعيبة تركز. الراجل اللي ياخد منكم فرصة لازم يمسك فيها. فوز بالثلاثية النهارده على الاتحاد، انت بتأكد من ماتش الماتش اللي انت الافضل. ادائك فيه بتلعب 20 دقيقة اوفر عالي خالص، وبقية الماتش في سلاسل من الماتش كده، في 10 تبقى مش مسيطر على الكرة، 10 التانيين مش عارف ايه، 10 ايه. لا، احنا عايزين الاهلي زي الاهلي من اول الموسم. الاهلي لعب اول 10 دقايق، اول 20 دقيقة ضغط سريع، ضغط. ما كنتش مدي فرصة لفرقة الاتحاد تطلع نص ملعبك. دي الفكرة. لازم احمد عبد القادر ياخد الكرة يسرع اللعب. برونو لازم ياخد الكرة يسرع اللعب. كريم فؤاد نفس النظرية. بيرسي تاو يعتبر هو اللي كان باين هجوميا. ديانج وعمرو السولية كانوا عنصر الربط بين الدفاع والهجوم. علي معلول لسه ما رجعش، عشان هو الوحيد اللي ما رجعش، جه من كاس عالم لعب. اكرم توفيق قائد، تقول عليه زي ما تقول قلب الاسد، الفتوة، قول زي ما تقول عليه. ياسر وعبد المنعم، وياسر بطيء. ياسر بيفكر كذا فكرة، ما بيلعبش الكرة السهلة، عايز يصعب الكرة خلاص. ده مشاكل ياسر ابراهيم. ماتش يبقى عالي، ماتش تاني مش باين، ماتش يعمل اخطاء فادحة. لازم ياسر ابراهيم يركز. رجع محمود متولي، والمدرب لما لقى ياسر ابراهيم بيعمل اخطاء هيحصل طرد، سحب. لقى برونو مش جاهز، الشوط الاول مش باين، نزل قفشه. تغيير حسين الشحات كانت عايزه بدري. حسين الشحات هيبدا واحده يخش، وهيبدا واحده الشكل بتاع حسين الشحات يتغير. اسيستات، يلعب الكره السهله، ما يصعبش الكره على نفسه. شادي حسين تحركاته في الملعب مميزة، بس هو فايدته مهاجم صريح. حمدي فتحي رجع نجم، واللي اختاروه احسن لاعب في المباراة محمد الشناوي اللي احنا انتقدناه حبا في محمد الشناوي، اللي هو بيمثل الاهلي ومصر، وهو من الحراس، احسن حارس في افريقيا، احسن من ياسين بونو اللي هو بيلعب في كاس العالم.
احسن من جون السنغال اللي هو بيلعب في تشيلسي، احسن من جون كتير. يعني احنا مش عايزين الشناوي يغلط غلطات فاضحه، احنا عايزين الشناوي يلعب الكره السهله، يلعب يحرك الفرقه، يبقى الحارس اللي نص الفرقه. احنا عايزين الشناوي ده. ولازم الجهاز الفني لما يلاقي الشناوي في الماتشات السهله يريحه، يحط علي لطفي، يحط مصطفى شوبير، عشان لما تحتاجهم تبقى حراسه المرمى عندك جاهزه. زي احنا ما بنقوله الفتره الجايه لازم تدخل رافت خليل او محمد اشرف مكان علي معلول. ليه؟ تريح علي معلول ماتش ماتشين، عشان انت هتخش في مشكله جايه. الجون الاول النادي الاهلي ضغط بيرستاو، اتحرك عبد القادر، عايز يمارس مهدي سليمان، عايز يعدي منه، عدى شاطها في الجون، اتصدت بالمدافع، رجع التاني ضربك لحد ما بيرستاو جاب الجون. الجون التاني الكورنر اللي احنا متعودين عليه، فاول من بره منطقه الجزاء. احنا متعودين على التركه دي، هي دي التركه بتاعت الاهلي مع مارسيل كولر في الكورنر، في الفاولات او الكورنر او اي فاول من خارج ال 18 على اطراف. ياسر ابراهيم. الجون الثالث هو ده تحرك الاهلي السريع. لما تتحرك بالكره سريع وانت كنت 10، كوره كانت قبليها لبيرستاو، تحرك بيرستاو، حسين الشحات عطاله انفراد. بيرستاو فكر كذا تفكير، الكذا تفكير هم اللي عملوا له الشد وعملوا الدربكه تحت رجله. هي دي اللي عملت لبيرستاو المشكله. فكر كذا تفكير، لو كان لعبها على طول احسن له. ليه؟ انت بقى كنت عايز تعدي، كنت عديت ايه؟ من ناحيه الشمال مش من ناحيه اليمين عكس رجلك، لا من ناحيه الشمال. ليه؟ عشان تاخدها على رجلك اليمين وتعدي بقى على بره، عشان مهدي سلمان كان طالع لك في ناحيه اليمين، يبقى انت خدتها على ناحيه الشمال على طول وخلصت منها. انت دخلتك في اليمين تاني هي اللي عملت لك مشكله، وهي اللي عملت لك الشد دي لما اتدربكت الكره تحت رجلك. نفس الكوره بتاعت حسين الشحات خدها مع الطرف وانت كنت 10 لعيب، بس انت فضلت تنجل لعبت الكره السريعه. حسين الشحات ما فكرش القفشه، قفشه عدى من بالمهدي سليمان، عرضها لبره لاكرم توفيق، كان داخل زي العربيه ما فيش حد عايز يوقفها. هو ده اكرم توفيق قلب الاسد. اداء متميز من اللعيبه، الشكل بدا بيعلى زي انا ما قلت لكم الماتشات اللي فاتت، ماتش ورا ماتش ورا ماتش ورا ماتش. الفرقه بتعلى يعني الفرقه بتعلى مستوى عن مستوى الفرقه بتعلى. الف مبروك تصدوا الدوري، الف مبروك. هنتكلموا على مجموعه الاهلي في افريقيا وقرعه دوري ابطال افريقيا. الاهلي وجع في مجموعه فيها صن داونز، فيها الهلال، فيها القطن الكاميرون. في عالم انا ما بعتمدش اسامي فوق الاهلي، ولا بعتمد مجموعه صعبه ولا مجموعه سهله. انت اللي بتسهل المجموعه على نفسك وانت اللي بتصعبها على نفسك. انت
اللي بتسهل المجموعة على نفسك وانت اللي بتصعبها على نفسك. انا مش انا من النوع اللي انا مش مقتنع اللي في حد اعلى من الاهلي، ولا في حد انا اخاف عليه من الاهلي. واحد هيقول لي الصن داونز غلبك رايح جاي وغلبك 5 قبل كده، ماشي، بس انا مش هخاف منه. انا اسمي الاهلي، انا اعلى نادي في افريقيا واخد بطولات افريقيا. انا معايا 10 نجوم. مين معاه 10 نجوم زيي؟ مين لعب 5 نهائيات ورا بعض؟ مين؟ مفيش. انا ما بعتمدش فرق. شخصية الاهلي لما تنزل من على اول ماتش تدي خلاص، انا بخلص بدري، واللعيبه لازم تقتنع كده. جماهير الزمالك داخله، احنا معانا الترجي، معانا شباب بروزداد، معانا المريخ، مجموعه الموت. انت اللي هتخليها مجموعه الموت، وانت اللي هتخليها ضعيفه. انت لو ضعيف هي مجموعه الموت بالنسبه لك، انت لو قوي هتبقى مجموعتك ضعيفه. زيك زي الاهلي، الكلام عليك والكلام على الاهلي. انا بتكلم عليكم في افريقيا اهو، زيك. ليه؟ احنا فرقتين مصر، من مصر. انتوا بقى عندكم حاجه تانية بقى، اللي انتوا بتقولوا دي الاهلي وجع في مجموعه سهله. لا، انت لو وجعت في المجموعه اللي انا فيها هتقول اصعب مجموعه جت في التاريخ. ماشي، عشان انت ضعيف، عشان انت الزمالك ضعيف، انت خايف، انت بتخاف. ماشي، انت بتقول عندك البروف وعندك احسن لعيبه في مصر. انا ما بخافش من حد. انا الاهلي، انا ما بخافش من حد. صن داونز زي الزمالك، زي الترجي، زي الوداد، زي المريخ، زي الهلال، زي القطن، زي اي حد. ما بعتمدش اسامي. انا اللي بسهل المجموعة على نفسي، وانا اللي بصعبها على نفسي. واحنا انا مش عايز اقول لك بقى الزمالك هيطلع من دور المجموعات ولا ده حاجة شخصية لهم. لو الفرقة نازلة حاطة في دماغها زي جماهيرها ما بتقول، ولا زي اعلامها ما بيقول انت في مجموعة الموت، ده حاجة ترجع لها. احنا عن نفسنا، ولازم، والفيديو ده لو وصل لأي حد من اعلاميين قناة الاهلي او لعيبة الاهلي او اي حد في الاهلي، احنا ما بنعتمدوش اسامي في المجموعة، ولا صن داونز ولا هلال ولا قط كاميروني ولا اي حد في افريقيا. انا الاهلي، انا بطل افريقيا، انا نادي القرن، انا ما بخافش من حد. ماشي، انا اللي بسهل المجموعه وانا اللي بصعبها. انا اول ماتش معايا مع القطن فارضي، اخلص اخد ال3 نقط، افكر بعد كده في الهلال. رايح الهلال هناك، جدرت انا بلعب على ال3 نقط، ما بلعبش على تعادل ولا بلعب على خساره، انا بلعب على ال3 نقط. فزت هناك خير وبركه، اتعادلت يبقى معايا 4 نقط، يبقى عندي في الجوله الثالثه صن داونز على ارضي. فزت على صن داونز بقيت 7 نقط، صعدت خالص. رحت لعبت صن داونز هناك، بلعب على الفوز، ما بلعبش على التعادل عشان ما اخسرش، بلعب على الفوز. اتعادلت، فزت، خسرت، مش هتفرق، انا لميت 7 نقط. جه هنا مين؟ جالي الهلال، شمطت الهلال، بقيت كام؟ 10.
غيري. احنا بنلعبه واحده بواحده واحده بواحده. انت بيقول لي انت كده انت عرفت الاهلي انا ما بقولكش، انا بدي مثال. خلص الماتشات اللي على ارضك، خلصها. بره بقى توفيقك وتوفيق اللعيبه. ممكن اللعيبه ما تبقاش جاهزه في يوم المباراه ما تبقاش جاهزه. رحت الكوت، حصل ظرف من الظروف، جون حاولين يعطيتها انها داخله، فازوا بالمباراه. في الهلال نفس النظام، ضغط جماهيري مش عارف ايه اللعيبه عندك اعصابها، اتغلبت. كل حاجه موجوده، بس انت ما تنزلش خايف. انت النادي الاهلي، انا ماليش دعوه بمجموعه الزمالك بقى، عشان هم دلوقتي بيقولوا مجموعه الاهلي سهله انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا بتكلم على مجموعتي. ولازم لعيبه الاهلي وكده مارسيل كولر بيبدا يصلح الاخطاء في الدوري عشان ما يقعوش في الاخطاء دي فين؟ في افريقيا. والراجل من ساعه مباراه الاتحاد المنستيري وانا عاجبني دماغه. ما بيخافش، ما بيعتمدش. وده الراجل اللي احنا كنا عايزينه. احنا كنا عايزين الراجل الشخصيه دي، ما بيعتمدش حد. بيلعب بطريقه هجوميه، بيلعب بكل اسلحته. احنا ده اللي احنا بنعتمده. بس انا بتكلم على الجماهير اللي هي دلوقتي بتقول لك سان داونز تاني الهلال. احنا ما بنعتمدوش حد. احنا بنلعبه باسم النادي الاهلي، نادي القرن، حاصل على 10 بطولة افريقيا. ما فيش حد هيحصلني، اللي يحصلني يكسرني. ده حبيت بس اللي انا اتكلم على قرعة النهارده. واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.